تفتكر لما جوجل يقولك الجوريزم يبقى بيتكلم عن كمبيوتر؟ لا يا رايق، ده بيتكلم عن راجل اسمه محمد موسى الخوارزمي. اتولد حوالي 780 ميلادية في خراسان واشتغل في بيت الحكمة في بغداد. الخوارزمي كان طفل غريب شوية، بدل ما يلعب استغماية قام واخدنا من العشوائيات للصفر، اللي انا لسه عند الصفر مش عارف اطلع فوق الصفر. الصفر اللي ظهر في كتابه الشهير سنة 825 ميلاديا، الكتاب المختصر لحساب الجبر والمقابلة واللي أسس فيه علم الجبر بالكامل. الخواجات قالوا ده جامد واسمه الكواريزمي، وبعدها اتحول في اللاتينية ومنها طلعت كلمة الجوريزم اللي بنستخدمها النهاردة في كل كود وبرنامج. واحنا بدل ما نعمل له تمثال في الشارع علقناه في دماغ ولادنا في حصة رياضيات بدون شرح ولا تقدير. الله عربي اعربي يا ألفت يا اللي بتمشي على الترعة وتخبطي في الناس. لما تيجي تفتح الآلة الحاسبة افتكر ان كل رقم فيها هو نفس من راجل مات سنة 850 ميلادية وساب لك نظام عد كامل بدل الرموز الرومانية المملة. Thank you algorithm. You saved my code.